سلام، مرحبا بكم في قناة ربة بيت جزائرية، دائما مع الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية. رمضان كريم على الجميع وصحة فطوركم. اليوم مع وصفة المحنشة بالديول، وصفة اقتصادية كما تعودنا. اللي ما يحبش القليان يحب ياكل في الفور، يسخف على حاجة مقرمشة. سمعت قرميشة؟ هذه الوصفة صدقوني غير جي توب، جي تهبل والله، غير تعجبكم بالبزاف. وصفة هايلة هايلة هايلة، ننصحكم تجربوها البنات. لأول مرة يشوف المحنشة ما عليه إلا يجربها بالطريقة هذه، وأنا متأكدة باللي بسم الله، نبدأ على بركة الله. هنا حضرت حبتين متوسطين بطاطا، طيبتهم ونطحنهم. من بعد نضيف عليهم مغرفة صغيرة برك، غير شوية موطارد، باسكو الموطارد عاد يجي قاطع بالبزاف، ندير غير شوية برك. ضفت ربع فرماج وشوية ملح وشوية فلفل أسود. اللي ما يستعملش الفلفل الأسود يقدر يضيف الزنجبيل. ضفت البصلة هنايا بعد ما حمستها في شوية زيت والمعدنوس مقطع. ندمج المكونات جميعا مع بعض. ضفت علبتين تونة مقطرين من الزيت هذاك انايا درته لصفار بيضاء، من بعد رايحة ندهن بيه المحنشات، ونخلط المكونات كامل مع بعض. اقسمي ورقة الديول على 2، حطيها فوق طاولة العمل وحطي فوقها الحشوة، ومن بعد لفيها على شكل سيجار. بعد ما تلفيها عاودي زيدي دوريها على شكل المحنشة كما هو موضح في الفيديو. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم، ورأي صائب فكر منير. ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور. بعد ما لوينا المحنشات تاوعنا ودهناهم بصفار البيض وشويه زيت تاع التونه هذاك اللي قلت لكم قطرناه، فضلت لي شويه حشوه وتعمر لي البلا. حطيت دوك الحشوه، زدرتها في بياض البيض اللي بقى لي. حطيت لي بول هذوك تاع البطاطا الحشوه اللي وجدناها في بياض البيض، من بعد نحطها في لاشابلور، من بعد نردها البياض البيض ونعاود نحطها في لاشابلور باه تجيني طبقه سميكه من الخبز المرحي اليابس. وجينا الليبول تاوعنا مقرمشين ونقلوهم. والله غير يجوا يهبلوا ويجوا تحفة. هنا استحفظنا بيض البيض، مرميناش، استخدمنا الصفار في المحنشات، والبياض استخدمناه في الحشوة اللي بقات لنا الليبول نتوع البطاطا. قليناهم هنا، ما بذرنا والو. لازم نكونوا اقتصاديين ونتعلموا
شوية نستغلوا كل حاجة. إن شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم، محنشة بالديول محشية بحشوة اقتصادية. كانت معكم ربة بيت جزائرية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. مع السلامة، مع فيديو قادم إن شاء الله.